السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا بقى النهاردة يوم جديد وروتين جديد خالص ووصفة حلوة جدا جدا هتعجبكم جدا. بس قبل ما ابدأ الفيديو متنسوش تحطوا اللايك. اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. في ناس كتير قوي بتشاهدني، يعني بلاقي مفيش 10% اللي حاطين اللايك. اللايك بالله عليكم هو اللي بيرفع الفيديو، وتكتبوا كومنت حلو زيكم كده، وتشتركوا في القناة لو أول مرة تدخلوا القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بص بقى، النهاردة بقى قمت كده عند حماتي بعد ما روقت وغسلت المواعين كده وروقت المطبخ. كنا مطلعين فراخ من الفريزر. كنت انا مقطعاها مكعبات ومتبلاها قبل ما ادخلها الفريزر عشان اعملها شاورما. فالمهم ايه، طبعا كانت جاهزة وكانت فكة من قبليها. فجبت بصلاية كبيرة كده وقطعتها حلقات، وبعدين شوية زيت في الطاسة ودبلتها خالص بحيث ان البصل ما يبقاش باين معايا في الشاورما خالص. وبعد ما دبلت معايا كده حطيت الفلفل الاخضر عشان خاطر برضو يدبل معايا وما يبانش ان هو اخضر كده، لان عندي جوزي وبناتي لو لقوا الحاجة صحيحة كده او فيها سنة قرمشة مش بيرضوا ياكلوا الحاجة. يعني ممكن بقى يفتحوا السندوتشات يقعدوا ينقوا الفلفل كده والبصل منها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يعني هو ما فيش حاجه، هي الفراخ. انا قلت لكم تبلها قبل ما احطها في الفريزر. وهحتاج معايا بصله كبيره كده، وقرن فلفل عادي وقرن حامي. وكمان هحتاج طماطمية، بس الطماطمية مش هحطها دلوقتي خالص. الفراخ بقى عايزه اقول لكم انا تبلتها بايه. انا كنت حاطه عليها كاري وفلفل اسود وكمون وشطه وكزبره ناشفه، وكمان كنت حاطة عليها شوية جنزبيل صغيرين، والملح طبعا، وحسب بقى كل واحد ما بيحب يتبل الفراخ. يعني يعني بص، التتبيلة دي بتختلف من شخص لتاني، مش كلنا بنحب طعم الحاجة دي. مثلا ممكن احنا بالنسبة لي يبقى القرفة زيادة يبقى بحبها، انتي ممكن تشوفي القرفة زيادة ما تعجبكيش. فهي طبعا كل شيف وله طريقة. والشاورما برضو ليها طرق كتير جدا جدا على النت، بس هو كل واحد وبيعمل زي ما هو عايز. عايزين تجربوا الوصفة، عايزين تقللوا حاجة تزودوا حاجة براحتكم. طبعا انا مقللة حاجات كمان في لف السندوتش هقولكوا عليها دلوقتي وهقولكوا السبب. انا لما حطيت الفراخ على النار، طبعا النار عالية، حطيتها وما قلبتهاش خالص. لما حسيت بقى ان هي من تحت اخدت لون كده بسيط، يعني ما نزلتش ميه، يعني زي ما انتوا شايفين لحد دلوقتي ما نزلتش ولا نقطة ميه، غير لما بقى حطيت الطماطم وقلبتها شوية. وبعد كده حطيت عليها غطا وسبتها لما استوت وطفيت عليها تبرد. المهم، جبت الدقيق بقى واستعنت بحماتي وقلت لها بقى ايه، لفهولي كده. حطيت شوية ملح صغيرين، وحطيت كمان معلقة زيت او معلقتين زيت، وطبعا بلاش زيت تموين وكده، ده كان زيت عباد الشمس. فالمهم بقى ايه، حطيت معلقتين وهي عجنته، ربنا يديلها الصحة وطولة العمر يا رب متحرمش منها. وكمان جبت طاسة تانية على النار التانية وشوية زيت كده، وحبيت ان انا بقى اقلي البطاطس جنبي عشان ما تاخدش يعني وقت بعد كده. فكل حاجة في وقت واحد كده عشان الغدا يخلص بسرعة. طبعا بقى كان جوزي مستعجل لي كمان، وكانت بنت التمرين بتاعها الوقت اتأخر وعايز يروح يوديها عشان اتأخرت. فكنت مستعجلة قوي ويعني ما صورتش برضو حاجات كتيرة عشان عايزة ان انا انجز في الغدا. وطبعا بقى بتجيبي العجينة كده وتعمليها كور صغيرة كده قد الليمونة الكبيرة، يعني مش كبيرة زي ما انتوا شايفين. الرغيف في ايدي صغير. وبعد كده شوية دقيق على الرخامة، وبالنشابة بقى تفرديها لحد ما الرخامة اللي تحتيها دي تبان، تخلي العيش بتاعك كده شفاف. وبعد كده تحطي بقى ايه، صينية على النار مقلوبة، طبعا صينية يعني يفضل صاج اللي هو الكبير ده، عشان خاطر ان هو يبقى يعني ياخد العيش كبير متعملهوش صغير. فالمهم بقى قعدت بقى اعمل واحدة ورا واحدة كده. وزي ما قلتلكوا لازم تحسوا ان ايديكوا بصوا باينة من تحت العجينة زي الفطير بالظبط كده،
لما بنيجي نعمل الفطير المشلتت بتلاقي الحاجة اللي تحت الدقيق الحاجة اللي تحت العجينة شفافة زي ما انتوا شايفين بقى. حاطة صاج على النار وقلبها كده عشان يبقى اعلى من النار بشوية، وحطيت اللي انا خبزته، وبعدين بقى ايه بتقلبيه تقليبتين 3 كده بسرعة، ما بتسيبهوش كمان لحد ما ينشف او ياخد لون. لا، اما بيبقى حلو معاكي كده غير لونه ويبقى يعني زي المسلوق كده، يعني ما ياخدش لون معاكي، تحطيه بقى في صينية. وطبعا انا حاطه فوقه فوطه بس انا ما صورتهاش، يعني زي ما قلت كنت مستعجله. المهم بقى انا قلت خلاص مش لازم اصورها، بس أنا لازم اقول لكم على الحته دي ان انا كل ما بخبز رغيف كده بحطه في صينيه وفوقه فوطه، يعني الفوطه مطبقاه كمان 4 تطبيقات عشان ما يدخلوش اي هوا، وكمان بيطرى تحت الفوطه. وتيجي تمسكي الرغيف كده بتلاقيه يعني بتلميه بايدك كده وبتفرديه يتفرد لوحده تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بص بقى، بعد ما خلصت العيش جبت الشاورما وشوية بطاطس. انا بقى يعني لما باجي اعمل السندوتشات بتاعتي خيارة مخللة واقطعها او شوية تومية او مايونيز. طبعا بناتي وجوزي وحماتي ملهمش في ده خالص خالص بقى، يعني لو شافوا الحاجات دي في قلب السندوتش ما ياكلوش. قلت ليه بقى، المهم انا قلت اعملها بالشاورما والبطاطس بس. عايزين بقى تحلوها اكتر وبتبقى احلى كمان، يعني بالنسبه لي بتبقى احلى جدا. يعني خياره مخلله كده تقطعها شرايح تحطها مع السندوتش وشويه توميه ويا سلام بقى. كلوا الف هنا وشف. طبعا انضف من بره بكتير جدا جدا واحسن، وضمناه والله العظيم حبوها جدا جدا يعني. آه بناتي فرحانين بيها قوي، يعني اسل دي بتقولي شكرا يا ماما، شكرا ربنا يخليكي ليا. يعني بصوا الكلمة دي كفاية بقى عليا وجوزي برضو. اللهم صل على النبي. حطيت بقى قلبت الطاسة اللي انا كنت اصلا بعمل فيها، وحطيت شوية زيت وبتحطيها بقى تاخد لون كده من الاربع جوانب. عايزة اقول لكم اللون اللي هو الاصفر اللي في الطاسة ده انا كنت عاملة دور قبل ده، فاستنيت شوية على ما الف دول. كانت الزيت هو اللي عمل كده في الصينية، مش حاجة وحشة، يعني هو الزيت اللي عمل كده. زي ما انتوا شايفين بقى، يعني بصوا والله العظيم تحفة، حاجة كده يعني نظافة بقى والريحة ما اقولكوش عليها اصلا بتاعت الشاورما. طبعا بقى يعني اكلوا وانبسطوا قوي منها، يعني شكروني عليها بمعنى اصح. وهي اصلا فعلا يعني بالنسبه لي كانت غدوه جميله جدا، احسن من الطبيخ بقى والشوربه بقى وخضار وكلام من ده. لا لا، ده بصوا حاجه تانية خالص. يعني جوزي بيقول لي اعملي كده على طول، بقول له طب في كيس كده انا كنت مقطعاه بانيه، طبعا الفراخ احنا اللي مربينها. قال لي لا لا، قطعيها شرايح واعمليها شاورما. فالمهم بقى لو عجبكم بس متنسوش تحطوا لايك وتكتبوا رايكم في الكومنتات. بس كده، دي نهايه الفيديو، مع السلامه.